طبيعي يعني جدا ومعروف يعني الوضع غير جيد والفريق والنادي يمر بأزمة حقيقية. المفروض الموجودين يعني داخل النادي يتصدون لهذا الموضوع من جماهير ومن أسماء، وأنا من ضمنهم. يعني بالنسبة لي يمكن انت شاهدت المباراة، أهنيهم لفريق ديالى على الروح اللي متواجدة داخل الملعب. بالمقابل فريقنا ما أدى اللي عليه داخل الملعب. احنا ضعيفين جدا بالجانب البدني، خلينا نكون واضحين. بنوعية اللاعبين يمكن أي مدرب يجي بهاي الفترة القليلة ما يقدر يغير لا طريقة اللعب ولا أسلوب اللعب. أنا عملت بما هو موجود، ويعني المستقبل جيد. احنا يعني هواك مقررات راح تطلع بعد المباراة. ممكن يكون عقوبات راح تكون؟ مو فقط عقوبات، اما مساله ابعاد والاعتماد على اللاعبين الشباب. هاي نقطه من النقاط المهمه لمستقبل النادي، نزرع بذره للمستقبل. ونقدر من الان نقدر نتكاتف حتى نكون فريق جيد للمستقبل. صراحه قبلت مهمه انتحاريه انت؟ هاي القوه الجويه. قوه جويه؟ نعم. يستاهلون قوه جويه يعني؟ نعم يستاهلون ما انت يلعب. انت ذكرت قبل المؤتمر صح نقطه قبل قليل، قلت لو باقي المدرب بسام رزق نعم. الجويه افضل. نعم، لان من اختار اللاعبين وما بين الفريق ومن وظفهم هو المدرب السابق. احنا ليش نتكلم نقول هناك استقرار تدريبي راح يخدم بالمستقبل؟ لان اي مدرب من ضمنهم انا، اي مدرب راح يكون متواجد يقول هاي مو اختياراتك كلاعبين. بس مع جل احترامي للاعبين، لكن لو كان مستمر المدرب السابق كان هناك اكو رؤيه واضحه بالمستقبل، بين اكو نتائج يعني على ضوء فلسفته التدريبيه. حتى لؤي صلاح من كان متواجد ما يتحمل المسؤوليه، وانا كنت اتمنى يبقى واتمنى يستمر حتى بالمستقبل يختار نوعيه لاعبين على ضوء فلسفته التدريبيه. ما قدر يغير بفتره قليله، ودائما كان يصرح ويتكلم بان انا احتاج للوقت. الوقت هو دليل حتى يبين عملك. فكل مدرب راح يجي يحتاج للوقت، يحتاج لمرحله البناء، مرحله التحضير، حتى في المنافسه حتى يقدر يحصد النقاط. الموسم الدوري انتهى القوه الجويه صراحه. احصائيات وحسابيا انتهى. الكاس يعني احنا راح نعول على هذا الموضوع ونتكاتف ككل، حتى الجماهير يعني نطلبها تآزر الفريق، تتكاتف لمصلحة الفريق لمصلحة النادي. ونعول اذا قدرنا بان احنا نستمر بوضعية جيدة، نستمر بتطبيق الواجبات، راح نقدر ننافس على الكاس. اما بظل هذا الوضع لا، صعبة جدا. اخيرا ممكن رساله جمهورنا فاطمه ميسان يعتب عليك صراحه؟ لا ما يعتب علي، لان انا اصدقائي هم واخوتي واقرب الناس الي. جمهور نفط ميسان نعم جمهور عزيز علي، واداره نفط ميسان من افضل الادارات. لكن انا الوضع العائلي، هسه اكو شخص يتكلم يقول انت مو وضع عالي. لا، انا لو جاني فريق خارج بغداد من حقك انت تنتقدنا وتتكلم عليه، لكن انا قريب على عائلتي وقريب على بيتي الثاني هو نادي القوه الجويه. مستحيل اترك عائلتي او اضحي باحد من اولادي على المود عملي.